من مدة كبيرة يا جماعة عايزين ندخل الشغل الستيل الفئة الأولى الظرف بتاع زمان. ده شغل مش بيبطل، شغل مستوى أول. واللي بيمنعنا إن إحنا كنا لسه ما عندناش جمهور كبير يستوعب الشغل ده ويعرف فرق السعر ما بين الشغل اللي دايما بنعرضه. شايف إن الوقت بقى يسمح إن إحنا نحط غرفة نوم أطفال المستوى اللي قدام حضرتك ده. هفرجه وهقول تفاصيله، وبرضه المستوى اللي قدام حضرتك ده. ولكن الشغل ده في غرف الأطفال بيتطلب فيه لحد 65,000 جنيه. بفضل ربنا العلي العظيم هقدر أوفره لك بسعره الحقيقي، وهو 52,000 جنيه. يعني أنت بتوفر 13,000 جنيه في شراك لغرفة فئة أولى من مبادرة تعالى دمياط. طب إزاي الحكاية دي وإيه تفاصيل الشغل ده؟ صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو أول مرة تشوفونا بسألك بالله سبسكرايب، لايك وشير ومتابعة. تعالى نشوف الحاجات دي. نبدأ بموديلين مش بموديل واحد. حبينا نبدأ باللون الأبيض وتطعيمات خفيفة خالص، ترابي وذهبي، وكمان جبت لك البني بالصندر الأصلي اللي مش بيبطل. الشغل الكلاسيكي يا جماعة أو الشغل الستيل دايما بيكون ظرف، مش بيكون جرار، ودايما بيكون كل تقاطيع دي والحفر اللي على الأخشاب فيه دي بتكون زان أحمر. كمان الدولاب لو حضراتكم تلاحظوا في نص دايرة كده بسيطة، ودي صنعة مش بسيطة. كمان لو بصينا قبل ما نفتح في الدولاب ونشوف تفاصيله، لو بصينا على السرير هنلاقي تحفة، مش سرير تقليدي، هنلاقي حتة تحفة تكون عندك في البيت. كمان لمعلومات السادة المشاهدين، القطعة اللي قدامانية دي بتكون كلها قطعة واحدة، وبيتحفر عليها كقطعة واحدة، وبتطلع لحضرتك بالشكل التحفة ده. قبل ما افرجكم الكمون السراحة هرجع للدولاب تاني. لو حضراتكم تبصوا الستيل فوق قدام، قطعه زي دي يا جماعه بفلوس. الكتله المربعه دي لوحدها بس بفلوس. كل حته حفر على الدولاب ليها ثمن وليها سعر، مش حاجه اي كلام. طبعا احنا قلنا الشغل بيكون كله في الستيل، بيكون ظرف، بس احنا بقى حدثنا كمان الظرف. عملنا قلب الدولاب بنظام الدريسين اللي محبوب واللي بقى ناجح، وبدات الناس تنزل تدور على الشغل اللي قلبه دريسين عشان بيشيل فيه التخزين كتير، وحاجه هتلاقوها قيمه وهتلاقوها شيك. وهنا برضو التعليق زي ما انتم شايفين مع رف واحد خالص. مفيش اجمل من المستويات دي يا جماعه. طبعا مش كل الناس بتقدر تشتري غرفه اطفال ب 52,000، لكن اللي عارف الستيل والمدرك للستيل عارف ان الشغل ده ثمنه 65 و68، ولاي فلوس هو احسن من الفلوس. ولكن هي سعر الغرفه الحقيقي 52,000. وهناخد وقت كبير خالص 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 نتفرج على الكومو، لأن الكومو عبارة عن تحفة من الفن أو تحفة من الجمال. حاجة كده فيها بسم الله الله أكبر، تفاصيل كتيرة زي ما انتم شايفين. وبعدين في الطبقة الأعلى دي عاطية ذوق خرافي. الوردة اللي ورا المطعمة بالدهب ذوق خرافي. حتة الرخامة كمان ذوق خرافي. مهتمين بكل التفاصيل، مفيش حاجة بالصدفة. الكومو واقف على 4 رجلين بشنكل من تحت زي ما انتم شايفين، بيجمع ال4 رجلين ببعض عشان تكون تحفه قوي. طبعا خط الانتاج بتاع الشغل ده يا جماعه متاح عشان احنا في المكان المصنع الاول ليه. فتقدر لو عجبتك الغرفه دي بس هتحبها باللون البني فده متاح، ولو عجبتك البني وهتحبها باللون ده برضه متاح. بس قبل ما انقل على الغرفه البني تعالى بص معايا يعني ايه سراحه فخمه مش موجوده في الدنيا كتير، واحكم انت على المنتج اللي انا بفرجه لك. وباكد الذوق ده مش لكل الناس، في بعض الطبقات المعينه لسه بتحب الستيل ولسه عايزه الستيل يكون منور في بيتهم. طبعا موديلات اللي زي ده يا جماعه والدتي تزوجت بيه وبنتي ان شاء الله هتتزوج بيه. طبعا اللون كريمي او اوف وايت مطعم بالترابي وبعض شرائح الذهب البسيطه خالص. دي كانت الغرفه الاولانيه الستيل معايا في الفيديو ده. لكن معايا غرفه برضو ستيل باللون البني. شوفوها معايا يا جماعه واتفرجوا انتوا واحكموا على الجمال وعلى الجوده وعلى الذوق. انا مش هحب اتكلم كتير، هحب الشغل هو اللي يتكلم. مش عارف بقى اوصل لكم الفكره ازاي، ولكن الحلو ما ينفعش يتقال عليه غير انه حلو. وده شغل حلو مش بيبطل. برضه هنلاقي الضرفتين الطرافه فيهم نص كيرف كده دايما
نص الكيرف ده بيكون متواجد كتير في الستيل. طبعا قشره طبيعي باللون البني، بس هنلاقي فاتح وغامق في الدهان عشان تكون بتتفرج على منتج فعلا ممتاز او فعلا مميز وراقي. وبقرر كل الحفر ده لازم بيكون على زان احمر، مش بيتعمل غير بالزان الاحمر. والضرفه الطرفانيه 3 رف غير الارضي، والاخيره برضو نفس الموضوع. وافرج حضراتكم الضرفه الوسطانيه مش معموله بقى هنا بالدريسنج، معموله بالنظام الاصلي بتاع الستيل، 2 رف وتعليق. وركزوا يا جماعه، وركزوا حتى على الرجل اللوكانز اللي على الارض، طالعه قد ايه هي جميله، وقد ايه هي تحفه، وقد ايه هي مختلفه. كمان تفاصيل كتيره صعب ان احنا نشرحها في الفيديو، لكن بنعتمد على الصوره وعلى المصداقيه مع العملاء. الكومو بتاع الغرفه برضو قطعه كده من الجمال. صدقوني يا جماعه دي يعني ممكن، مش عارف، دي كفايه في الاوضه يعني بجد. الكومو فقط لجماله والحفر عليه ولرجليه هو كفايه في الاوضه. اما السرير فما يتخيرش في الجمال، اخد قطعتين تنجيد مع حفر كتير كله ورد، لو تركزوا فيها تحسوه ورد طبيعي، مع برضه هنا حفر وهنا حفر. اما القطعه الاماميه في السريرين فانتوا هتعجبكم خالص، لان مختلفه، ولان برضه مصنعه من قطعه خشبيه واحده. مش عارف يعني ده هوصفه ازاي، هي الصورة أظن شرحة لحضراتكم نفسها وجمالها وقوتها. كمان سراحتها ما تختلفش عن السراحة الأولانية كتير، سراحة ستيل جميلة، 4 رجل 3 درج، حاجة شياكة وحاجة مختلفة وحاجة فيها حفر تفضل موجودة. ومش مش الموضة دي مش هتروح. زي ما أنا بقول كانت الخمسينات والستينات وإحنا في 2024 واليوم الدين هيفضل الستيل ده يا جماعة مرغوب، باني جمهور وباني زبونه وليه اللي بيقدره. حتة رخامة برضه مستوردة. الغرفة دي تقدروا تطلبوها يا جماعة باللون الأبيض، باي لون، اوف وايت، بتشبيحات جري، تشبيحات ذهبي، ايا كان اللون اللي هتختاروه متاح. خط انتاج، بس السعر الحقيقي 52,000 جنيه. وبتحداك لو حضرتك جبت الاسعار دي ما تنساش التحفه الفنيه دي برضو سعرها 52,000. تقدر تشتري الغرفه رقم 1 او الغرفه رقم 2 اونلاين من داخل او خارج جمهوريه مصر العربيه، وانت بتشرب قهوه جوه بيتك. تقدر تشرفني في دمياط، بتحرك معاك بنفسي ما بين المعارض والساده التجار والمصنعين والنجارين. كمان يا جماعه ما تنسوش بنعمل الشغل العموله، بنبدل عفش البيت القديم بعفش بيت جديد، وبنجدد عفش البيت بتاعك وبنرجعه لك نفس المستوى. ده 52,000 جنيه. الأطفال الستيل اسألوا عليه في السوق واعرفوا بعدها هتشتروا فرنتشر منين ومن عند مين. وفتحنا إضافة أخيرة قبل ما أقفل الفيديو، فتحنا يا جماعة خط التصدير لدولة الكويت. أصبح متاح تشتري شغل من الكويت وأنت قاعد في بيتك. عبد أسامة الزيات ده اسمي، مبادرة تعالى دمياط دي قناتي. بشكر حضراتكم حسن الاستماع من العاصمة دمياط. استنونا تاني في فيديوهات تانية قريب. سلام الله عليكم.